السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشارك معكم آه، خبز ديال الدار ديال بالطحين ديال الزرع. المهم عندنا هنايا هذا الدقيق الكامل بالنخالة ديالو. عندنا هنا آه، الفينو ولا دقيق القمح الصلب. عندنا هنا الفرص الحرش، عندنا هنا الخميرة، عندنا المليحة، وعندنا السكر سنيدة. المهم كنخلطوه هنايا مزيان، نخلطوهم مزيان صافي. كنعجنوهم بالما سخون. صافي نعجنو العجينة ديالنا العادية، زعما دافي، ماشي يكون ما يكونش سخون باش ما تقطعش لينا العجينة. المهم لما تنجمعوها غادي ندلكها وارجع معاكم. تندلكوها على هاد الشكل، خلوها تخمر. كما كتشوفوا حنا خليناه هنايا تخمرات مزيان. كما كتشوفوا دابا راه الحراره دغيا كتخمر لينا العجينه، ما نقويوش الخميره، نديرو غير شي شويه الخميره دغيا كتخمر. المهم هنا غنحاول نشكلها على 4 الخبيزات متوسطين على حسب الطاوه اللي عندكم ديال الفران. المهم انا هنا راه درت هنا 4 الكويورات على حساب 4 الخبيزات متوسطين. نتوما يمكن لكم تخرجوا شحال ما بغيتو من خبيزه، اما صغار اما متوسطين اما كبار على حسب العجينه. المهم راه هذا الخبز كيجي ما شاء الله، خبز ديال الزرع ما كاين ما احسن من خبز ديال الدار، واخا راه الحراره ولكن ما عندنا ما نديرو. الصراحه الخبز ديال الدار كيشبع وصحي. المهم غنشكل تكويرات وغادي نقرصو بالزرع نيت، الزرع ديال بنخاله ديالو. كيقولوا لي القمح الكامل كيكون في الحوانت اولا في السوبرات او السوبر مارشي موجود. هذا الدقيق هذا الصراحه زوين وكيجي بنين وصحي، ما تخافوش منه. بالنسبه للناس يعني اللي فيهم السكر وهذا ما يديروش السكر، وطبيعه الحال اللي كياكل الخبز مسوس عاوتاني على حسب طانسيون ما عاوتاني ما يديرش الملح. المهم انا كندير شويه السكر على حسب باش كيتحم يجي محمر، ويمكن لينا نتفاداو السكر نهائيا، ما نديرو بلا سكر. ما يمكن نكوروه بهذا الشكل هذا صافي. كنقرصوه، ما كنديروه ما يعني ما رقيق ما غليظ،
يعني متوسط، على حسب كل واحد واش كيفضل. كاين اللي كيبغي الخبز رقيق، كاين اللي كيبغي هكا متوسط، يعني ما رقيق ما غليظ. المهم انا كنديرو شويه متوسط، ما رقيقش بزاف داك الرقيق. المهم كلشي كيعرف يقرص العجينه. انا بغيت غير نشارك معكم الخبيز ديال الدار، نشجعكم على الخبز ديال الدار، على العجينه في الدار من احسن. واخا كتكون الحراره، المهم خصنا ضروري خبز ديال الدار من الاحسن. نعجنو ونطيبو في الدار احسن ما نشريو الخبز جاهز لي في الزنقه. طبيعه الحراره مع دابا الحراره كيكون هكا يابس، غير كيبس. المهم غير ملي طيبوه خليه تيبرد ونغطيوه مزيان وتيبرد مزيان مزيان، ونديروه في شي بلاستيكه باش ما كينشفش لينا داك الخبز ويجينا يابس. المهم بقاو معايا غنقرصو هنايا العجينه ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ونخليهم حتى يخمروا، ما يخمروش عاوتاني بزاف يجونا هكا، حيت لا خمروا بزاف كيخسروا لينا، كيجونا يابسين. هي هكا نشوفوا العجينه بدات كتضاعف، كنبداو نطيب. المهم انا كنطيب عندي هاد الفران كيهز جوج خبزات، كنطيب جوج بجوج. المهم كنحاولوا كنشعل الفران حتى يسخن مزيان، وعاد كنرمي الخبزات ديالي وكنحاول ضروري تنتقبهم مزيان باش ما كيتنفخوش ليا في الطياب. وهذا هو الفيديو ديالي، وكنتمنى يعجبكم وشكرا لكم على المتابعه. وما تنسونيش من واحد لايك وواحد اشتراك وواحد تعليق زوين. جزاكم الله كل خير، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. ايوا هذا هو الخبز ديالنا كما كتشوفوا كيجي ما شاء الله. الصراحه احسن حاجه هو الخبز ديال الدار. وهذا هو الفيديو ديالنا، وكنشكركم بزاف على المتابعه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كما كتشوفوا انا كنقطع لكم دابا شويه هكا الخبزه، وكتشوفوا كي تيجي من الداخل ما شاء الله كيجي طيطب. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه للجميع. شكرا لكم على المتابعه.